في موضوع كده شاغلني النهارده طول اليوم، يلا عايز ادخل في الموضوع على طول عشان ايه؟ امسحه من دماغي. واحنا صغيرين كنا بنتسأل نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ والاجابة كانت انت بتختار الحاجة اللي هو لو اهلك مثلا حاطينك في حتة انت هتبقى دكتور انت هتبقى دكتور، فانت خلاص بتقتنع بفكرة ان انا دكتور، مع انك ممكن تكون مش هي دي الحاجة اللي انت بتحبها، فانت طلعت دكتور عشان هم زرعوا فيك حتة ان انت دكتور. فاهم؟ الفكرة كلها عدي عدي يا معلم. الفكرة كلها مش فكرة دكتور ولا مش دكتور، انا مش بتكلم في الموضوع ده، بس هل انت اشتغلت او انت طلعت الحاجة اللي انت بتحبها؟ طب وهل الحاجة اللي انت قلت ان انت نفسك تبقى هي، فهل الحاجة دي هي اللي انت شاطر فيها؟ يعني انا ممكن اكون مثلا بحب الكورة بس انا مش شاطر في الكورة. فاهم؟ مش معنى انا بحب حاجة ان انا ينفع اشتغلها او تبقى هي مستقبلي. بمعنى انا فضلت 15 سنة بعمل فيديوهات او بسعى في الموضوع ده، بس ممكن اكون مش شاطر في الحاجة دي. عادي، انا بحب الحاجة دي بس ممكن اكون مش شاطر فيها. عادي. الفكرة كلها ان انت بتدرس اكتر من 16 سنة من عمرك في حاجات انت مش، يعني ممكن تكون بعد ما بتتخرج بتفضل بقى تدور طب انا هنجح في ده ولا انا هشتغل كذا ولا انا هبقى كذا، وانت مش عارف انت عاوز ايه. فاهم حاجة؟ البيئة والناس اللي حواليك محدش فيهم بيساعدك ان انت تبقى الحاجة اللي انت شاطر فيها. فاهم؟ تخيل شخص فتح مطعم والمطعم ده باع اعلى ايرادات وجاب يعني كسر المنطقة، تمام؟ هتلاقي تاني يوم حد فاتح زيه. على سبيل المثال ان زي ما ده نجح التاني هينجح. وانا لما بدأت في الفيديوهات عملت محتوى كان وقتها كان ترند بقى والدنيا مكسرة في الحاجة دي، فانا لو كنت ركزت شوية في ايه الحاجة اللي انا عاوزها وايه الحاجة اللي انا شاطر فيها كنت حققت حاجات كتير قوي. ولكن انا بصيت ان فلان ناجح فانا عايز اعلى بسرعة. فاهم؟ طمعت. فانا عاوز اعلى بسرعة، انا ما دورتش انا ناجح في ايه او انا شاطر في ايه. فاهم حاجة؟ لا، انا شفت فلان شاطر في كذا قلت طب ما هي حلوة اهو، يلا بينا نعمل كذا. فاهم حاجة؟ اللي هو انت ما تمشيش ورا الموجة. انت لقيت المحافظة عندك او البلد اللي انت فيها كلها بتبيع برجر، ما تروحش تفتح برجر انت كمان. فاهم حاجة؟ فبلاش تتحط في المكان اللي البيئة والحاجات اللي حواليك هي اللي بتحطك فيها، لا انت خليك شخصيتك. فاهم حاجة؟ والله يا جماعة بتفرح قوي 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 ان انت تنجح في الحاجة اللي انت مختارها، مش الفيديوهات. يعني انت ممكن مثلا تفضل تتفرج على فيديوهات طول اليوم او فترة كبيرة من عمرك، فالفيديوهات دي تزرع لك حاجة كده في مخك ان مثلا ان انت لو اشتغلت مثلا طيار فهتبقى مثلا كذا، فانت خلاص انا عاوز اشتغل الشغلانة دي. فاهم؟ ما هو انت ما ينفعش، هي دي لشخص وانت يعني مش ليك مثلا يعني. فبلاش مثلا تخلي مثلا الناس اللي حواليك ينوروا لك شغلانة او حاجة في دماغك او يختاروا لك حاجة مش بتاعتك. اسعى دايما. انا والله يا جماعة والله والله انا كان نفسي حد يقول لي الكلام ده زمان. والله يا جماعة انا لما عملت فيديوهات عملت حاجات، يعني كنت كل شويه الاقي محتوى ترند اغير يلا اللي بعده، فالناس ما عرفتنيش وخسرت سنين من عمري وحياتي اتدمرت بجد. مش عاوز الموضوع يبقى دراما، بس بجد اسعى. والله دي يعني الدرس ده مهم، والله يعني درس ليا انا تقيل عليا. دور ورا الحاجة اللي انت شاطر فيها، اسعى ورا الحاجة اللي انت بتحبها، بس خلي بالك انت ممكن تكون مش شاطر فيها فما تنجحش. فاهم؟ يعني انا مثلا مش هشوف ان انا بحب الكورة فهنزل العب كورة ومستني ان انا انجح. فاهم؟ هيجي واحد مثلا هو ممكن يكون مش بيحبها
بس شاطر فيها وينجح ويعديني ويبقى احسن مني بكتير، فاهم؟ ومش حتة بقى الدنيا مش عادلة وان الدنيا مش عارف ايه، ما لهاش دعوة. ثانية واحدة، ما لهاش دعوة يا صاحبي. شوف الحاجة اللي انت شاطر فيها، شوف الحاجة اللي انت بتحبها، وخلي بالك برضو ان انت ممكن تكون مش شاطر فيها، اسعى ان انت تبقى شاطر فيها. ويا رب. يعني انا يئست، خلي بالك الفترة اللي انا فيها دي تقيلة شوية عليا، يمكن عشان كده عملت القناة دي. هحكي لكم كل حاجة بس مع الوقت. هو مفيش حد عشان احكي له، يعني هو القناة لحد، يعني هي القناة زيرو اصلا. انا مش بعمل الحاجة دي بهدف ان انا انجح فيها زي ما قلت الفيديو اللي فات، بس الموضوع اذاني نفسيا، فمحتاج برضو ان انا افرغ الكلام اللي جوايا، عشان كده عملت المحتوى ده او القناة دي. بس يعني يا رب بقى ما اكونش بوظت الدنيا، عشان انا بتكلم بدون طالع فرح تدي بيدي ايه يلا الرخامه دي يلا. ف انا بعمل الحاجه دي عشان خاطر انا لو عملت الفيديو ده فانا عملته عشان الموضوع اللي في دماغي ده ينتهي. ويا رب يا رب يا رب الفيديو ده لو وصل لحد يعني يفرق له في حياته. انا والله يا اسطى كان نفسي حد بس يقول لي جمله: مش معنى ان انت بتحب الحاجه دي يبقى انت شاطر فيها. انا لو حد كان بس قال لي الجمله دي كانت نورت حاجات كتير قوي في دماغي. الحمد لله الحمد لله. يعني مش عاوز الموضوع يبقى دراما، بس هحكي لك كل حاجة بالتفصيل قدام. بس سلام عليكم.